العواف عليكم. أنا زي ما وعدتكم هقولكم على سلسلة من الحاجات الطبيعية والرخيصة ونقدر نجيبها من عند العطار علشان خاطر عظمنا والبرد ما يجيلناش ويأثر على صحتنا ونشد جسمنا كده ونبقى دايما بصحة على طول. أنا اتكلمت المرة اللي فاتت عن حب الرشاد، النهاردة هكلمكم عن الصمغ العربي. في ناس كتير ما سمعتش عن الصمغ العربي. ويعني ايه صمغ عربي؟ الصمغ العربي ده بيجاب من عند العطار. خلي بالكم بيختلف عن لبان الذكر، هو مدور وايه زي الحصى كده ولونه عسلي شوية، وفي منه لونه بيبقى بني كده غامق وجامد كده زي الحصى والطوب. الصمغ العربي ده مفيد جدا لحاجات كتير قوي للجسم كله، مفيد جدا للمعدة، بيساعد القولون اصلا ان هو ما يبقاش فيه غازات ولا يبقى فيه امساك. مفيد جدا للناس اللي بتعمل دايت علشان فيه الياف. مفيد جدا لو اتاخد شوية واتنقعه وبقى طري يتندغ زي اللبان للسنان، يشيل الصفار بتاع السنان والريحة الوحشة اللي موجودة في البق، ومفيد يشيل الالتهابات اللي موجودة في الفك. وليه فوايد ملهاش أول ولا آخر للكلى وللكبد. دي عايزة حلقة تانية من خالتكم تونة تتكلم عن الصمغ العربي للكلى والكبد وللدايت كمان، بس أنا مش موضوعي دلوقتي، أنا موضوعي العظم. يبقى احنا هناخد حاجة كومبو مفيدة للجسم من أولها لآخرها. سبحان الله، هو الصمغ العربي تروح تجيبي من عند العطار ب10 جنيه ولا ب5 جنيه، هيديكي حبة كده زي الحصى، بس اوعي تطحنيه ولا في الخلاط ولا في الكبة، هيبوظ لك الخلاط وهيبوظ لك الكبة. الصمغ العربي ده فيه مادة جيلاتينية بتخش على الركب بتقفش فيها زي الجيلاتين اللي هي بيبقى موجود في الكوارع وفي الجيلي ده. ممكن طبعا علشان الركب ممكن ناكل الجيلي وناكل الكوارع ونشرب الموغات، واللي طبعا الكوارع غالية عليه. في حاجة بتجاب من عند الجزار اسمها العصب او المواسير، بتجيب العصب او المواسير وتسلقيها وتشربي ميتها وتحاولي تاكلي الفايدة اللي فيها دي، بتقفش في الركب. كمان الصمغ العربي في مادة جيلاتينية بيستخدموها أصلا في المستحضرات التجميل وبيستخدموها في المستحضرات الطبية في الأدوية، لأن دي حاجة طبيعية. ما بالك بقى لو احنا جبنا حتة من الصمغ العربي اللي هي الحجرة دي ونعمل حاجة من الاتنين. مفيش أسهل من كده، نجيبها وننقعها من بالليل في مية عادية، وتاني يوم نشرب المية العادية دي، نقلبها هيكون دابت، ونشرب المية العادية، نشربها على الريق يفضل. نسينا في نص النهار ما يجراش حاجة. طيب أنا نسيت أنقعها من بالليل، أعمل إيه؟ الصبح هجيب الحتة الحجرة دي اللي هي الصمغ العربي واحط عليها شوية مية سخنة، هتدوب كده ويبقى عامل كأنه زي الشاي الكشري، واشربه. ألف هنا. المادة الجيلاتينية دي هتبقى في الركب، هتقوي الركب. وكمان اللي وزنه زيادة، الوزن الزيادة بيبقى تقل على الركب وتقل على الجسم، ده كمان هيساعد ان هو يسد النفس علشان في الياف كتير. فالالياف الكتير بتخلي الواحد ما بيبقاش عايز ياكل، فكمان هتخسس. فهي سبحان الله حاجة كلها فوايد، كلها فوايد ورخيصة، وتخليكي
تقضي الشتاء كمان وتعديه بسهولة. جسمك يبقى كويس، هتخسي، عظمك، ركبك اللي بتطقطق وفيها خشونة، بدل ما تروحي تحقني ب4-5 آلاف جنيه، دومي بس كده. جربي، اقعدي مع نفسك، دومي انك تقعدي من شهر لشهرين كل يوم بالليل تنقعي الصمغ العربي وتشربيه، مع انك تاكلي حب الرشاد، مع انك تشربي مغات. طبعا المغات بيتخن، بس ايه يعني ما نزودش قوي منه. في مغات وفي اللي هي الحلبة، بس المغات الناس اللي عايزة تعرف المغات وطريقة عمايله تخش على قناتنا التانية مي اسماعيل تشانل. وطبعا اللي عايز ياكل جيلي، الجيلي رخيص وموجود في كل الدنيا، تاكل جيلي عشان فيه المادة الجيلاتينية. واللي مقدرته عالية ممكن يجيب كوارع، والكوارع الذات نفسها ما بتتخنش، المادة الجيلاتينية بتاعتها بتنزل في الركب. واللي حالته عادية ومتوسطة ممكن يجيب المواسير أو العصب ويسلقها، وهي بتدي نفس فعل الكوارع. كل الحاجات دي بتساعد العظم ان هو يقوى، وان هو يبقى الصحة كويسة، وان البرد ما يجيش، والعظم ما يوجعناش، وما نبقاش قاعدين كده مش قادرين نقوم وحاسين ان دايما مهدودين، مش قادرين نقوم نتحرك، مش قادرين نقوم ننزل الشغل ولا نرتب الشقة ونوضبها. ليه؟ لان جسمنا وجعنا، عظمنا وجعنا، ولسه البرد بتاع طوبة بيخش في العظم على طول. فعايزين نلحق قبل برد طوبة ناكل حب الرشاد، وناكل الحاجات اللي قلت لكم عليها، ونستخدم الصمغ العربي لان كمان هيقلل لنا في الوزن. فلما نقل في الوزن هنبقى خفاف وعظمنا كويس وركبنا تقدر تشيل جسمنا. وربنا يديكم الصحة ويدينا كده الصحة دايما. واستنوني في الفيديو اللي جاي، هكلمكم عن عشبة مش كتير فيكم سمع عنها. يلا اتمسوا بالخير يا حبايب.